هذه احسن تحليه يمكن توجديها لضيوفك ووليداتك، صحيه، كتجي حلوه بدون سكر. شوفوا تبارك الله القوام ديالها كتجي شاده في راسها وكتجي كريميه ولذيذه بزاف. قبل ما ندوزو للوصفه، ما تنساونيش خواتاتي، اول حاجه ما فيها باس ديروا لايك، تضغطوا على ديك لايك فضلا وليس امرا، وتفعلوا الجرس باش ان شاء الله يوصلكم جديد القناه، وبارطاج ما بين الاحباب والاصدقاء. الفيديوهات كنحطهم ولكن المشاهده باقيه قليله خوتي وخواتاتي. نتمنى ان شاء الله تدعموني باش تطلع القناه ويشوفوا ناس اخرين هاد الفيديوهات ديالنا. وبسم الله على بركه الله نبداو الوصفه ديالنا. اول حاجه هنا كناخذوا التمر، كناخذوا من الاحسن يكون هكا تمر طري كيكون رطيطب. خديت هنا تقريبا من 10 حتى ل 12 حبه تاخذوا. كتحيدوا لهداك العظم ديالها اللي في الداخل، وكنخليوها جانبا. كندوزو هنا للبنان، هنايا خديت واحد 4 البنانات غير صغار، كانوا كبار تاخذوا زوج فلون بنكهه الكراميل، ويطرو تاع الحليب، وواحد الحفينه هكا صغيره نتاع اللوز، عبار تقريبا كاس صغير. ناخذ هنا الكاس ديال الخلاط، غنضيفوا داك البنان، نزيدوا عليه التمر اللي نقينا، وغادي نضيفوا ديك الحفنه ديال اللوز وزوج فلون كراميل كما شفتوا معنا. غادي نضيفوا هنايا زوج معالق عامرين تاع المايزينا ولا النشا، وكنضيفوا الحليب اللي ترو حليب، صافي. من بعد كنطحنوا الكل مزيان حتى كيطحن كاع داك البنان والتمر، وكيطحن داك اللوز مزيان. كناخذوا هنا واحد الكاسرول فوق النار، كنضيفوا لهداك الخليط اللي حسنا عليه، وفي هذه المرحله ضروري ما غادي نبقاو نحركوا حتى كيغلى معنا الخليط. كنحركوا مزيان حتى كيتقال معنا، يعني يبغي يفيض هذا الخليط نشوفوه فاض هكا صافي، كيدير لنا واحد الفقاعات هكا من الفوق كنطفيو عليه. ضروري متحرك باش ما تلصقناش هذيك المايزينا ولا النشا، لان الا خليناها تلتصق هكا في القاع نتاع الكاسرونه. الخليط ديالنا كما كتشوفوا راه بدا كيفيض صافي. من بعد ما فاض لينا غير نشوفوه فاض صافي كنحيدوه، وكنجيبوا هنا اي كؤوس ولا غرفيات ولا اي حاجه كتبغوا تقدموا فيها كتقدموا فيها التحليه. انا قدمتها في هاد الغريفيات هكا صغار. كتجي بنينه بزاف وكتجي حلوه بلا ما درنا فيها حتى معلقه السكر. بالنسبه اللي ما كيبغيوش السكر كيفضلوا حاجه طبيعيه، راه كتجي رائعه وكتجي حلوه ما كتحسوش كاع. انا درتها ما حسوش بانني ما درتش السكر، قالوا لي راكي درتي السكر، ولكن غير ديك الحلاوه التمر وداك شويه الحلاوه اللي في البنان عطاتها واحد الحلاوه طبيعيه زوينه بزاف. وكتجي كما كتشوفوا راه كتجي كريميه رائعه، وفي نفس الوقت بطبيعه الحال كنقدموا شي حاجه صحيه. هنايا من بعد ما عمرتهم خليتهم غير في سطح العمل غير واحد شويه، من بعد دخلتهم للثلاجه راه دغيا كيشدوا ريسانهم. كناخذوهم هنايا من بعد ما بردوا كنزينوهم على حسب الرغبه اللي بغيتو. انا درت واحد المرصو تاع الجوز ولا قرقعه في الوسط، واحد شويه د التمر، وهكا لي بيبيت تاع الشوكولاط من الفوق. ولكم الاختيار في التزيين، تقدروا تزينوهم بلوز ايفيلي ولا لوز هكا مهرمش من الفوق، راه كيجيو بنان بزاف وصحيين. قدموهم لوليداتكم وللضيوف ديالكم، راهم كيجيو شي حاجه طوب. شوفوا القوام ديالها كي داير كريمي، ما غاديش تشبعوا منها. انا متاكده الا جربتوها غادي تبقى معتمده عندكم وبصحتكم وراحتكم.
وما تنساونيش من لايك واشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم جديد القناة. وشكرا لكم كاملين على الدعم، جزاكم الله كل خير. واللي دخلوا معنا جداد للقناة كنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا. ما عليكم الا تفعلوا الجرس باش يبقاو يوصلوكم الفيديوهات ديالي. انا راني كندوق، ما تصوروش المذاق ديالها كي داير، ما كتشبعوش منها فعلا، شي حاجه زوينه. يلا مع السلامه، خليت لكم الراحه، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم بحول الله.